مساء الخير يا شباب ميدل 2، عاملين ايه؟ هنشتغل النهارده الاداء الصفي للاسبوع العاشر. كذا حد طلبوا مني. يلا بينا. اول سؤال بيتكلم عن البروجيكشن. اول حاجة بيقول find the projection of AC on BC، واحنا اتفقنا هنعمل الموضوع ده ازاي. AC on BC ال repeated letter اللي هو الموجود على نفس اللاين، يعني السي هي فهنتكتب مرة واحدة. فاضل ال A هنزل منها perpendicular line على ال BC. يلا بينا. من ال A على ال BC مش هينفع ينزل مايل كده، مش هينفع ينزل مايل كده، هينزل perpendicular، هينزل كده. اوكي، يبقى اللاين هيكون نازل من ال A على ال B دي، هينزل على ال D. يبقى البروجيكشن بتاع بوينت A هيكون D، يبقى D. يبقى والسي طبعا نفسها، فيبقى البروجيكشن بتاعي دي سي. يبقى احنا عايزين نجيب اللانس اوف دي سي. هجيب اللانس ازاي اوف دي سي؟ يلا بينا نشتغل. هقول in triangle ADC. عندي فيه right angle اهو. هقول له since ان measure of angle D equal 90. خلاص، يبقى اللانس اوف دي سي هكتبها هنا معلش. يبقى دي سي ايكوال سكوير روت لمين؟ 20 ماينس ولا بلس يا حبايبي؟ ماينس عشان احنا بنجيب سايد. يبقى 20 باور 2 ماينس 12 باور 2، وبكده جبنا الدي سي. هنعمل ايه يا حبايبي؟ 12 باور 2 ماينس 20 باور 2، سوري 20 ماينس 12 كبير ماينس صغير، هيبقى 16 سنتيمتر. خلاص ده 16 هكتب عليه. طب تعالى نشوف الجزء التاني. ده اول مطلوب. عايزين AB on BC. طبعا repeated letter B، فهيبقى هو ال B موجودة على اللاين نفسه، يبقى اول letter معانا B. من ال A هنزل لاين على ال BC، ايه يعني ننزل لسه منزلينه وطلع D. يبقى عايزين اللانس ده. نفس الكلام ده برضه right angle، فهنجيب DC equal square root لمين؟ 15 باور 2 minus 12 باور 2. هشتغل في التراينجل ده، ماشي. يبقى 15 باور 2 minus 12 باور 2، عشان احنا بنجيب سايد، يبقى 9. يبقى اللانس هنا هيكون 9 سنتيمتر. تمام. تعالى نخش على نمبر 2. وعايز اعطينا انجل 90 وعايز البروجيكشن اوف AE on BE. في repeated letter؟ لا. هبدأ ابص، هنزل من كل بوينت لاين على البي دي، او البي دي اهو، شايفه ده البي دي. تمام، كأنه ستريت لاين كده. نزل من بوينت اي لاين ونزل من بوينت اي لاين اهو. من الاي هنزل لاين هتنزل على مين يا حبايبي؟ على بي. يبقى اول بوينت هتبقى بي. طيب من الاي هنزل لاين برضو، مش لازم ينزل لتحت، ممكن ينزل لفوق عادي. ينزل على اللاين اللي هو بي دي، هينزل في مين؟ في دي. يبقى احنا عايزين نجيب اللانس. يبقى البروجيكشن ايه هو؟ البروجيكشن بي دي. يبقى احنا عايزين نجيب اللانس اوف بي دي. طيب بي دي ده متقسم لجزئين، ده وده. هجيب ده واجيب ده واعملهم بلس، ماشي. يلا، يبقى سنس ان عندي measure of angle دي equal 90. in triangle هروح بدأ in triangle. عايزين تبدأوا في مين؟ انا هبدأ في ده اللي هو A B C. هقول له since ان angle B ب 90، انا كتبتها قبل كده. ورايحة جايبة دي بي، سوري بي سي. هجيب بي سي ده طبعا سايد، فهعمل سكوير روت ل 10 باور 2 ماينس 6 باور 2، هتطلع 8 سنتيمتر. يبقى ده هيبقى 8 سنتيمتر. جميل. بعدين هعمل ايه؟ هشتغل في ترينجل صغنن. ان ترينجل مين؟ دي اي سي. هقول therefore هجيب دي سي equal square root لمين؟ 5 باور 2 minus 4 باور 2. ليه minus؟ عشان بنجيب side، هيبقى 3 سنتيمتر. يبقى ده طلع ب 3. يبقى البي دي ده عبارة عن ايه؟ 8 بلس 3. 8 بلس 3 عشان اجيب اللاين كله، هيكون 11 سنتيمتر. كده خلصنا نمبر 2. نمبر 3 حلينا زيها في الأداء الصفي، الأداء المنزلي. عندي isosceles triangle وعايز البروجيكشن of AC on BC. طبعا السي repeated letter، يبقى دي أول حاجة إن هي C عشان هي موجودة على اللاين، مش محتاجة أعمل لها projection.
A هنزل منها لاين على البي سي، ادي ال A هنزل لاين على البي سي، ما ينفعش يكون مايل، ما ينفعش يكون مايل، فهنزله perpendicular من عندي اهو. طبعا ده مش perpendicular خالص اهو، يلا بينا اهو perpendicular line. طبعا اي perpendicular line في isosceles triangle بيقسم البيز into two halves، يبقى دي 6 سنتيمتر من غير ما افكر، ودي 6 سنتيمتر. طيب ما وصلناش بقى، هكتبها اكس مثلا، يبقى اكس سي، يبقى احنا عايزين اللانس بتاع اكس سي اللي هو ده. طب ما اكس سي قد اكس بي، الاتنين ده قد بعض، equal كام؟ 12 over 2 6 سنتيمتر، يبقى اللانس بتاعهم كام؟ 6 سنتيمتر. عرفت منين؟ عشان ده isosceles triangle اهو، هكتب سنس ان انا عندي triangle ده isosceles. ماشي، وجبت اللانس بتاع الايه البروجكشن بتاعي. خلاص، تعالى نخش على نمبر 4. عندي رايت انجل وعندي 30 كنا واخدينها قبل كده. بص من غير ما اشوف المطلوب ولا هو عايز ايه، الابوزيت تو 30 هاف الهايبوتنس، يعني اللي قدام ال 30 نص الهايبوتنس، الهايبوتنس ب 20 نصه كام؟ 10، يبقى ده 10 سنتيمتر. طب تعالى نشوف عايز ايه. لازم تبقى لماح كده، الحاجه اللي انت عارفها اكتبها. عندي ان تراينجل اي بي سي اهو، عندي في انجل رايت انجل اهي، عندي اي سي ب 20، وهقول له من عندي ان سنس انجل سي ايكوال 30، هو كاتبها رسمه بس مش كاتبها في الجيفن، يبقى therefore AB equal half مين؟ half AC equal 10 سنتيمتر. تمام. طب تعالى نشوف عايز ايه. هو عايز اللينس اوف بروجيكشن اوف AC on AB، في repeated letter اللي هي A، يبقى اول حاجه معانا A لان هي موجوده على اللاين. C نزل منها لاين على الاي بي، فين السي اهي، هنزل لاين على الاي بي، كأن الاي بي ده اهو طويل اهو كده، هنزل منه لاين من السي اهي، هتنزل على مين؟ على بي. يبقى هو عايز بي اي او اي بي مش هتفرق، واحنا لسه قايلينها بكام؟ ب 10 سنتيمتر. اوكي، تعالى نخش على نمبر 5. عندي رايت انجل تراينجل وعندي بارلل لاين، يبقى هقول له سنس ان انا عندي بارلل لاين، سنس ان انا عندي رايت انجل، تمام، وعايز اللانس اوف بروجيكشن اوف دي سي اون بي سي. في ريبيتد لتر سمعتني قلته مرتين اللي هو السي. تمام. بعدين هنزل من الدي لاين على الاي بي، هنزل من الدي لاين على الاي بي، مفيش لاين فانا هرسم من عندي لاين شكله وحش قوي اهو، لاين اهو. خلاص، هسميها اكس مثلا، فهتبقى اكس، واحنا قلنا ريبيتد لتر سي، يبقى احنا عايزين اللانس ده، عايزين اكس سي. سؤال جميل قوي. طيب انا عندي ده 20 وده 16، وايه تاني؟ اعطينا حاجه تانية؟ لا، عايزين بس اللانس بتاع ده 16، فتبقى دي زيها 16 على طول، وهشتغل بقى في التراينجل ده. ماشي، يبقى هقول له ان انا عندي، هقول له سنس ان اللاين اي دي بارلل، يبقى على طول اي بي equal دي اكس equal 16. دي اكس ده جا منين؟ هقول له ان انا عملت دو ايه؟ دي اكس perpendicular على بي سي. ماشي، و therefore يبقى length of projection of ده is اكس سي. طب اكس سي ده بكام؟ هعمل سكوير روت لمين يا حبايبي؟ 20 باور 2 minus 16 باور 2. ليه ماينس؟ عشان بنجيب سايد. اظن حفظنا بقى، يعني اللي بيتلخبط من كتر الحل هو ايه؟ فهمها خلاص. هتبقى 12، يبقى اللينس ده ب 12. اوكي، تعال نخش على جزء الالجبرا، وده جزء سهل جدا. اكس 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 كلهم حاجه واحده، هتكتب اكس واحده وتعمل الباورز كلهم بلس، يعني 5 بلس 3 بلس نيجاتيف 8، كل دول هيكونوا بزيرو، يبقى اكس باور زيرو، اي حاجه باور زيرو ب1. تمام. في الديفيجن بنعمل الباورز ماينس بشرط ان هما يكونوا شبه بعض البيز، يبقى هعمل نيجاتيف 7 ماينس نيجاتيف 9 ماينس نيجاتيف 9 يعني بلس، هتبقى اكس باور كام؟ نيجاتيف 7 ماينس 9 يعني اكس باور 2. صح الكلام؟ طيب عندي 2 باورز اعمل لهم ايه؟ حافظين بقى، هتعملوا تايمز على طول. 2 باورز جنب بعض تايمز يبقى 12 ديفايدد 2 باورز جنب بعض يعني برضه 12. تمام. في الديفايد تعمل الباورز ماينس، يبقى اكس باور 0 اللي هي برضه 1. جميل. تعالوا نخش على نمبر 9. وعندي الفور ده عبارة عن ايه؟ الفور دي كأنها 2 باور 2، وعندي في باور ان اكتبها جنبها مفيش مشاكل.
طيب ال 6 ملهاش الا 2 تايمز 3، فهفرقها 2 وهفرقها 3، عندهم نفس الباور 2n و 2n. اوكي تعالى تحت، هنا 2 باور 4n و 3 باور 2n. في حد يتشيل مع حد؟ ده مع ده خلاص. طيب 2n و 2n يعني 4n صح؟ ده مع ده مع ده خلاص، ما تبقاش حاجة يعني يتبقى ايه 1، ما تبقاش حاجة يعني يتبقى 1. اوكي يا رب تكونوا استوعبتوها، يا ريت محدش يكتب لي 0. طيب تعال نشوف 49 اللي هي 7 باور 2 صح؟ مش انت عارف 49 يعني 7 باور 2؟ تعال نكتبها تحت كده اهي فراكشن لاين 7 باور 2. طب ما في اصلا في n بلس 1، اكتبها في براكت. متنساش تكتبها في براكت. ليه؟ عشان هما اتنين مع بعض. تايمز الفور دي عبارة عن 2 باور 2 وجنبها n باور 2. تمام، ادي 7 2n بلس 2 زي ما هي، ودي زي ما هي. تمام. طيب ال2 هتدخل هنا وهتدخل هنا، يبقى 2n بلس 2، يعني دي كلها راحت مع دي، مش محتاجة اعملها تاني. الباورز دي اعملها ماينس، يبقى 2 باور 2n ماينس 2n ماينس ماينس يعني بلس، دي تروح مع دي يبقى اتبقى 2 باور 1 اللي هي 2. معلش انا بقولها بسرعة عشان احنا قلنا واحدة شبهها بالظبط في الاداء الايه المنزلي. لو في اي حاجة اسألوني في الكومنتس، والسلام.